السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم يا حبايب قلبي اللي ما اشتركش في القناة يشترك، فعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناة ام ملايين. انا كنت في مشوار يا جماعة وجيت عشان انزل ابص على طيوري، جيت لقيت المنظر ده، كارثة كبيرة جدا جدا يا جماعة. حاجة يعني زعلت جدا جدا والله العظيم علشانها. فالحمد لله قدر الله وما شاء فعل. نحمد ربنا ونشكر فضله. الفراخ البلد بتاعتي يا جماعة والجمازة لقيت فيهم نافق النهارده، لقيت ديك اهوت، ديك فيومي ميت اهوت يا جماعه، ديك فيومي اللي هو الرصاصي ده ميت، ولا الفضي، وفرخه بلدي وفرخه جميزه يا جماعه. انا مات لي فرخه جميزه قبل كده بس ما صورتش معاكم، بس النهارده لقيت فرخه جميزه تانية ميته يا جماعه، تقيله جدا جدا والله العظيم، تقيله بطريقه صعبه. والله العظيم معديه 3 كيلو، والله وحياة اليد معديه 3 كيلو. انا عندي 2 سمر حجم تقيله يا جماعه، من الاحجام دي واحده ماتت والتانيه هي، والرصاصي جوه ربنا العالم بيها، مانيش عارفه في ايه اللي حصل وايه اللي جرى. انا عامه عامله تعديلات جامده جدا جدا عند الطيور. اشتلت كل حاجه في الاوضه من جوه، اشتلتها كلها رميتها بره يا جماعه، كل حاجه اشتلتها رميتها بره في الدوار اهوت. وهمسك الدوار ده انضفه واعقمه، ومش هسيب فيه اي طيور خالص. والاوضه جوه برضو انا نكتها هي، بس انا جايه من مشواري تعبانه جدا جدا، مانيش قادره اعمل اي حاجه. مسكت المكان بدات انضف فيه، كنت بعد ما بعمل شويه تعديلات، مسكت كل حاجه اهوت نكتها اهو يا جماعه. طلعت البوكسه بره، والبوكسه التانيه حطيتها هنا اهوت. المشكله ان الطيور بتبيض، هما بيبيضوا. الطيور بتبيض يا جماعه البيضه اهوت، بس انا مش عارفه في ايه بالظبط، انا مش عارفه في ايه بالظبط. فربنا يسترها بقى، ربنا يسترها يا جماعه. بتاع الاضاءه هنا وحشه. فهكمل معاكم الروتين والتصوير وهوريكم الفراخ انا حطيتها فين، ونشوف الدنيا مع بعض، لان والله العظيم انا تعبت جدا جدا يا جماعه من اللي بشوفه كل يوم والتاني في طيوري. انا قلت خلاص الرومي مات، خلاص قدر الله وما شاء فعل، نحمد ربنا ونشكر فضله. مش مشكله بقى، ماليش نصيب في الرومي، بس هتيجي في الفراخ رخله. الفراخ يا جماعه انا شغاله منها انتاج في الفقاسه، بس منظر والله العظيم يحزن جدا جدا. يعني مجرد ما تنبسط من اي حاجه تلاقي حاجه تنكد عليك اكتر واكتر. فالحمد لله والشكر لله. زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، شايفين المنظر المرعب ده، منظر وحش جدا جدا يا جماعه. فربنا يسترها بقى يا رب، ربنا يسترها معانا. الفراخ تلاقيها ماتت فجاه كده قدام منك، ما فيش فيها اي مشكله خالص. فالحمد لله والشكر لله. خلاص يا جماعه الفرخه الرصاصي رخله ماتت اهي، هي الجميزه، الجميزه الرصاصه في اسود يا جماعه ماتت اهي برضه، قدر الله ما شاء فعل. نحمد ربنا على كل حال. كل الجميزه اللي عندي مات يا جماعه، كل الجميزه اللي عندي كله مات. يلا الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. ما عادش عندي خلاص اي انتاج من الجميزه، ولا عاد عندي فراخ جميزه كبيره، الحمد لله والشكر لله. همسك بقى المكان ده كله، احمد هيشيل ورايا بالبراوته دلوقتي، همسك المكان ده كله انضفه واكنسه. وانا حبست الفراخ يا جماعه في المكان ده جوه، المكان ده جوزي وضبهولي اهوت، وحبست الفراخ جوه عشان بعيد عن اي تيار هوا. هوريهم لكم برده في اخر الفيديو ان شاء الله. همسك الكنس دي كلها والمكان ده كله انضفه خالص، انا كركبت الدنيا كلها عشان انضفها وخلاص. هلغي اي كركبه في المكان هنا. والدوار بتاعنا زي ما انتم شايفين برده، كل الكركبه اللي كانت فيه لميتها، لميت الخشب والحاجه اللي كانت فيه. والبوكسه الكبيره طلعتها هنا، ودي البوكسه الصغيره بتاعت الاوضه. همسك المكان كله بقى اكنسه وانضفه واظبطه، وهوريكم اخر التعديلات بعد ما اخلص خالص وانضف المكان كله، عشان نشوف هنوصل لايه ولا هنعمل ايه. هشوف اخرتي ايه مع الفيروس اللي يعني قاصد طيوري وبهدل لي طيوري كلها، خد الرومي وخد الفراخ الجمازه، بهدل لي احلى حاجه عندي واحلى وكانت احسن حاجه عندي. الحمد لله والشكر لله. هخلص يا جماعه تنظيف خالص عشان بس ما اطولش عليكم الفيديو، وهرجع لكم تاني. خلاص يا حبايبي مسكت المكان كله كنسته ونضفته اهو، ما عادش فيه اي حاجه. نضفت المكان خالص يا جماعه كده، المكان كله نضف، ما عادش فيه اي حاجه خالص. وقدر الله وما شاء فعل بقى يا جماعه، قدر الله وما شاء فعل. مسكت كله، المكان كله ترويقه على السريع كده، بس ترويقه جامده. امسك بقى الحاجات دي كلها اغرقها في نيك بميه. الدوار برضو كان مثله يا جماعه، ما عادش فيه اي حاجه خالص، كل حاجه اتنضفت ما عادش فيها اي حاجه. طلعت البوكسات كلها بره، هي الكبيره والصغيره. انما التانيه ديت انا سبتها هنا عشان لو في بط صغير او فراخ صغيره عايزه احضنها في المكان هنا، يبقى هي قريبه من الكهرباء عشان اعرف اوصل فيها كهرباء وكده. زي ما انتم شايفين حضراتكم، معانا الميه بالفينيكا يا جماعه، ميه وفيها فينيكا اهيت. هرش المكان كله، هغرق المكان الدوار والاوضه. همسك بقى المكان اهو اغرقه عشان تبقى الدنيا تمام. وربنا بقى المستعان. انا والله العظيم مش مخليه عن جهد جهد، ويمكن انا اكتر واحده مهتميه بطيورها، بنظافتهم وباكلهم وبشربهم وبكل حاجه بتاع اعشاب، خلطات، كل حاجه مهتميه بطيوري جدا جدا يا جماعه. بس والله العظيم دي كل حاجه خارجه عن ارادتي، دي كل حاجه خارجه عن ارادتي. ما اعرفش بقى ان كانت عين ورشقه في الحاجه مش عايزه تسيبها.
او هو ده بقى قضاء وقدر او اي حاجه، الله اعلم. الله اعلم يا جماعه. لازم نغرق المكان ده خالص كده، عشان بس المكان اللي فيه فضلات للطيور قبل كده يبقى المكان كويس ونضيف، عشان الطيور اللي محبوسه جوه ربنا يسترها عليها. ربنا بس يفادي الطيور الصغيره اللي عندي، هتعوض الكبيره ان شاء الله. يعني الصغير اللي عندي لو ربنا فداهولي هيعوض الكبير، فالحمد لله قدر الله وما شاء فعل يا جماعه. كله فدا ولادي، كله فدا ولادي يا جماعه. بس انا لو زعلت وجرى لي حاجه الطيور مش هتعوض يعني، الطيور مش هتعوض. بس الناس تسيبني في حالي بس شويه، المفروض الناس تسيبني في حالي بس شويه، لان أنا والله العظيم كانت انا متبهدله، والله العظيم انا متبهدله عند الحاجه دهيت، ومش عارفه هتوصل معايا لحد فين. انا مش عارفه الحاجه دي هتوصل معايا لحد فين. كده خلاص انا غرقت الاوضه خالص اهو يا جماعه، غرقتها خالص. ريحه الفينيك انا مش طايقه الريحه اصلا، لان الفينيك ده خام، اللي هو بتاع الازاز بيبقى خام عن الجراكن. فانا غرقت الاوضه خالص. هعمل الدوار برده كمثل، وهوريكم الفراخ بتاعتي انا حبسها فين، بس بعد ما اخلص تطهير خالص، عشان بس وانا داخله عندها. مليت الجردل كمان مره يا جماعه عشان اغرق الدوار، ولو احتجت كمان مره هجيب كمان عشان يبقى متعقم كويس. لو عندي فورمالين كنت حطيت، بس انا مخلصه الفورمالين. اغرق دهم بقى كده لحد ما اخدهم في اي مكان بره البيت خالص، اغسلهم بس هما يعني مجرد ما يتعقموا مفيش اي مشكله خالص. اهي كل حاجه بغرقها ميه اهو بفنيك. ولسه بقى اجيب شكاره جير، لان الشكاره اللي عندي خلصت. هجيب شكاره جير تانية وهغرق البيت كله جير، بس هبعت بس اجيب شكاره تانية. هعمل الجردل كمان مره واغرق بيت الدوار عشان يعتبر لسه نص. يا جماعه غرقت الدوار خالص اهو، ما عادش في اي حاجه خالص كده، الامور بقت تمام. فربنا يسترها معانا بقى، ربنا يسترها معانا يا جماعه. حتى البوكسات اهيت نضفتها ورشيتها ميه جامد، ما عادش مس معايا الا الحوض دوت. مش عارفه اطلع الكنسه اللي فيه دلوقتي عشان ايه، هتعمل ريحه وكده، عشان الورشه بره والكلام ده، عشان بس الناس اللي واقفه بره وكده. فدي بالليل ان شاء الله هشتري اللي فيه، هخلي احمد برضه يشيلهم ورا مني بالعربانه، لان فيه مطرح ميه وكده وكنسه وكده، فهيعمل ريحه جامده. فدي بالليل ان شاء الله هشتله عشان ما يبقاش فيه حد في الشارع وخلاص. وبرضه ارش فيه فينيك وجير والامور تمام. اما بالنسبه للفراخ انا مش مطلعاها خالص في الدوار خالص دلوقتي. هوريكم المكان اللي انا حابساهم فيه يا جماعه، وربنا يبارك لي بقى في اللي فاضل، لان انا كده خلاص يعني انا تعبت والله العظيم، تعبت فعلا يعني. ما عدتش متحمله اي حاجه، يعني اللي بيحصل مع الطيور ده حاجه صعبه جدا جدا. ما عدتش عارفه بقى ايه اللي هيعيش وايه اللي هيموت، والدنيا بايظه خالص، الدنيا بايظه خالص يا جماعه. شايفين الفراخ عرفها احمر وبتبيض ومش عارفه مالها، يعني شوف الدرق ده هي مانيش عارفه مالها، بيبيضوا وعرفهم احمر وبيموتوا. في ايه بقى بالظبط؟ انا ما عدتش عارفه حاجه والله العظيم، ما عدت عارفه حاجه. ما هو انا لو لاقيهم عيانين هقول ماشي الطيور عيانه، انما الطيور مش عيانه، مش عارفه ايه السبب ولا ايه اللي بيحصل بالظبط يا جماعه. الفراخ بتبيض اهي، دي البيض اهو، البيض اهوت زي ما انتم شايفين اهوت. البيض تحت منه مضي بيض النهارده اهو، دي اللي بيضينه النهارده. والفراخ قدام منكم تشوفوها مفيش فيها اي مشكله خالص. بيموتوا ليه بقى مش عارفه والله العظيم، ما عدت عارفه اي حاجه، ونفسيتي تعبت جدا جدا. وخلاص بقت نفسيتي متحطمه، لان يعتبر شغلي كله من الطيور دي. هم اللي بيشغلوا الفقاسه بتاعتي، بطلع منها طيور وببيعها وبمشي بيتي منها يعني. مش عارفه الدنيا وقفت مره واحده كده ليه. يعني الطيور دي اللي بتصرف على الطيور الصغيره، الطيور الكبيره دي اللي بتجيب بيض وبطلعه كتاكيت، وبصرف منه على الطيور الصغيره. فالحمد لله والشكر لله، ربنا بقى قادر على كل شيء. زي ما انتم شايفين حضراتكم الفراخ قدام منكم ما فيش فيها اي مشكله خالص يا جماعه، والله ما فيهم اي مشكله خالص. فربنا المستعان بقى، هعمل ايه يعني؟ ما باليد حيله ومفيش في ايدي اي حاجه، مفيش في ايدي اي حاجه اعملها يا جماعه، مفيش في ايدي حاجه اعملها خالص. ده اطلعها بره لان الضيوف عماله تركب عليها وهيموتوها على ايه، على غير اوان. اطلع دي بره استبعدها بره. وبكده يا حبايب قلبي اكون وصلت معاكم نهايه الفيديو النهارده. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.